السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا في أحسن حال. النهاردة في الفيديو ده هنعمل حواوشي. لما تعمليه مش هيبطلوا ياكلوه من ايدك، وهيقولولك زي ما قالولي ان الحواوشي ده اجمل حواوشي دقوه في حياتهم، اجمل من الحواوشي اللي بيتباع بره الرغيف ب40 جنيه. ولما يدوقوه من ايدك مش هيعرفوا ياكلوه من بره. تعالوا نشوف ممكن نعمل ايه جنبيه كده بسيط ناكله جنبيه. بس في البداية لايك للفيديو، اشتراك في القناة، وفعلوا زر الجرس. ده جبنا شويه كابوتشي كده قطعناهم، وطماطم مع رشوش عليها فلفل اسود وملح. المكونات اهي معايا 3 بصلات مفرومين متوسط. في ناس تقول كميه البصل قد كميه اللحمه المفرومه، بس انا ما بحبش البصل كتير. ونص كيلو لحمه مفرومه، واللحمه المفرومه بتاعتي ما كانش فيها دهن قوي، فجبت حته دهنه من الجزار وقطعتها متوسط زي ما حضراتكم شايفين كده. عندي الزيت ده بقى اللي هدهن بيه العيش، وعندي معلقتين سمنه بلدي مسيحاهم. السمنه البلدي عملناها بمكون واحد بس من البيض، وهسيب لكم اللينك بتاع الفيديو في صندوق الوصف. تعالوا نشوف بقى التوابل. معلقه كبيره من الدقيق، معلقه كبيره من بهارات الحواوشي، معلقه كبيره من الملح، ومعلقه صغيره من الفلفل الاسود، السكر، البيكنج باودر، البابريكا، والبهارات السبعه. هنيجي بقى مع بعض هنا، هننزل بالمكونات بتاعتي. النص كيلو لحمه مفرومه، وهننزل عليها ال3 بصلات اللي هم مفرومين متوسط. طبعا ده حسب رغبتك، عايزه تزودي بصل، بتحبوا البصل كتير براحتك، عايزه تقللي براحتك. ودي الدهنه اللي مقطعاها متوسط. هنيجي بقى للتوابل، اقولها مره تانية: معلقه كبيره دقيق، معلقه كبيره بهارات حواشي، معلقه كبيره ملح، بابريكا، بهارات سبعة، بيكنج باودر، فلفل اسود، سكر، ومعلقتين السمنه البلدي. طبعا الحاجه الاساسيه اللي هتقلب لك البيت كله ريحه حواوشي، تخلي الكل كده يجي يسالك انت عامله الحواوشي ده ازاي. هنمسك بقى المكونات دي كلها ندعكها كويس جدا جدا جدا. بصي يعني ممكن تخرجي من المطبخ واقعدي كده براحتك وقلبي فيها جامد جامد، حوالي 10 دقايق ربع ساعة، لحد بس ما تتجانس مع بعضها وتبقى بالشكل ده. هي بقت معايا بالشكل ده بعد ما قعدت ادعك فيها جامد. بصوا بتبقى عاملة خيوط زي ما عملنا مع بعض برضو الكفتة. لازم اساسي تبقى فيها الخيوط البيضة دي، ان هي بتبقى خلاص تجانست. دي ما بتيجي تفرديها في الحواوشي بقى بتبقى كأنها قطعة برجر، مش لحمة متفتتة وبصل متفتت، بتبقى متجانسة جدا. بقطع العيش معايا زي ما انتوا شايفين كده، يعني ايه، نص اللي حتة صغيرة من الرغيف بس اللي بقطعها، لا اكتر ولا ازيد. تمام. باخد بقى كده يعني كورة كده من اللحمة المفرومة، وبرضو على حسب رغبتك، في بتحبوا اللحمة كتير في الرغيف، بتحبوا اللحمة قليلة، براحتك جدا يعني، دي حاجة ترجعلي. بس انا برضو بحبها الوسط، يعني هو في كل حاجة خير الامور الوسط. بحطها كده وتبتدي يعني تنيمي فيها بايدك وتدخليها في كل جوانب الرغيف بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. قلتلكوا ده لسه كمان لما بيستوي بتبقى عاملة زي قطعة البرجر، فعلا فعلا جدا. يعني مش اللي هي لحمه مفرومه مفتته كده، لا خالص. ده الرغيف بصوا بيبقى كتله على بعضه كده، بيبقى طعمه فظيع. تبتدي تبططي فيه بقى بايدك كده من وشه ومن ظهره لحد ما تخليه كله حته واحده. بصوا انا بفضي منه هو، لا اي حاجه تنزل، لان هو بقى حته واحده. لو اتشقق منك كده بسيط على فكره عادي جدا. ماشي، احنا عملناه بعيش بلدي. جمعت كده كل الارغفه، مليتها اللحمه المفرومه، وفي الرغيفين الاخر دول حطيت فيهم قوطه. عايزه بقى تحطي قوطه، عايزه تحطي فلفل، عايزه تحطي جبنه موتزاريلا، اللي انت بتحبيه ايا كان اللي هتحطيه في الرغيف، لازم برضو تقعدي تبططي فيه جامد 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 عشان يبقى قطعه واحده. تمام. كده انا عملت كل الارغفه معايا بالشكل ده. هنيجي بقى لخطوه الدهن بالزيت. بجيب الفرشه بتاعتي وبحط فيها زيت وادهن الرغيف. بندهن وش الرغيف كده، بتبقى دهنه بسيطه يعني، اللي هي ايه، عشان ما يتحرقش من النار. بتاخدي دهنه بسيطه كده وبتدهني بيها وش الرغيف، وبتدهني بيها ظهره كمان. اهو بصوا بيلمع وحلو ازاي. ما تنسوش يا جماعة بس اللايك للفيديو واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس لو مش مفعلينه على الكل، عشان ده يكون دعم لقناتي ويشجعني ان انا انزل لكم حاجات اكتر باذن الله.
كده دهنا مع بعض الظهر والوش. هعمل كل الارغفة وارجع لكم تاني. كده عملت كل الارغفة اللي معايا، دهنت الوش والظهر بتاعها زيت. بصوا الرغيف قطعة متماسكة، يعني مش منفصلة عن بعضها خالص. جبت بقى الصاج بتاعي اللي هحطه في الفرن، اديته دهنة بسيطة جدا 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 من الزيت. ليه هتقولي لي دهنة بسيطة من الزيت؟ لان اللحمة اصلا جوه الحواوشي فيها سمنة، وهو مدهون من بره دهنة زيت، فمش عايزينه ينزل في الصاج زيت كتير عشان هو في الفرن. تمام. لو لقيتيه ينزل في الصاج زيت كتير، ممكن يعني ايه تبقي تشيليه بمعلقة كده بس عشان ما يبقاش فيه زيت مباشر مع النار في الفرن. تمام. كده رصيت الخمس ارغفة بتوعي وهدخلهم الفرن. انا مولعه الفرن وانا بشتغل في الحواوشي من الاول، يعني هدخله في فرن سخن. هدخله في الفرن بياخد حوالي 10 دقايق بس، كل شويه يعني تقلبيه لحد ما ياخد وش متحمر وظهر متحمر، وبيبقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وبألف هنا وشفا. اعملوا بقى جنبيه اللي انتوا عايزينه، كابوتشي، طماطم مخلله، اللي انتوا عايزينه.